إلى العراق الآن، حيث كشفت مصادر خاصة للحدث في واشنطن أن التحقيق في الهجوم على مطار أربيل بدأ يكشف معلومات حول الأطراف المشاركة في الهجوم. وأهم العناصر الجديدة التي طرأت على التحقيق أكدت أن الهجوم نفذته مجموعتان من الميليشيات الموالية لإيران وفصيل من حزب العمال الكردستاني. وأوضحت أن الهجوم نفذ من منطقتين، ومنصات الصواريخ كانت في نقطتي انطلاق الأولى للميليشيات بعيدة عن المطار داخل سيطرة الحكومة العراقية، فيما أطلق أحد أذرع حزب العمال الكردستاني دفعة ثانية من الصواريخ من منطقة قريبة من مطار أربيل الدولي داخل سيطرة حكومة كردستان. ويعود توجه التحقيق بهذا الاتجاه إلى أن إيران عن طريق فيلق القدس عملت على بناء علاقات مع فصائل من حزب العمال الكردستاني لتعميق الخرق الإيراني في منطقة كردستان ولزيادة الضغط على مسعود برزاني الذي سعى منذ سنوات لإبعاد حزب العمال الكردستاني عن الإقليم. كما كشفت أن الصواريخ المستعملة في الهجوم وقواعدها أعطتها إيران المجموعتين للهجوم نظرا لانعدام السيطرة الكاملة على الحدود، سواء في المعابر التابعة للحكومة الاتحادية أو في الحدود بين كردستان وإيران ومناطق السيطرة. وكشفت أيضا أن واشنطن تصر على قاعدة جديدة في التعامل مع هجوم يطال مصالحها، حيث قدمت الدعم للتحقيق وأعطت السلطات العراقية الأسبقية في التوصل إلى نتائج، والقول إن المسؤولين عن الهجوم سيحاسبون، لكنهم رفضوا بشكل قاطع التحدث عن أي رد مباشر.